العب سميث ماشين سكوات ولا باك سكوات؟ اللي هنتكلم فيه النهارده بيندرج تحت بند اختيار التدريبات. يعني من الاخر ايه افضل تمرين لهدفك في المرحله اللي انت فيها. اولا يا سيدي، لما بنيجي نحلل اي تمرين زي ما اتعودنا قبل كده لازم نبص على المفاصل العامله، وهنا هنلاقي تقريبا ان التمرينين واحد. ايوه، على مستوى التشريح الوظيفي فاللي شغال معايا الهيب والني والانكل، الفخذ والركبه والانكل. وهنا في الانقباضه اللامركزيه بيحصل ثني ثلاثي للثلاث مفاصل، يعني وانت نازل لتحت بيحصل تريبل فليكشن، وانت طالع لفوق او في الانقباضه المركزيه بيحصل مد ثلاثي للثلاث مفاصل او تريبل اكستنشن. طيب طالما هما الاثنين كده كده واحد، ليه مش بنلعب على سميث ماشين ونريح دماغنا؟ يا صديقي، هنا الاختلاف بين التمرينين بيكون في حركيه الجسم او الزوايا المفصليه او ما يطلق عليه الكاينماتكس، وبالتالي بيكون في تغير في الاستهدافات العضليه. ركز معايا، الموضوع بسيط جدا. اللعبه كلها بتكون مع حاجه اسمها مركز ثقل الجسم او السي او جي او سنتر اوف جرافيتي، ودي ببساطه نقطه افتراضيه بتتوسط جسم الانسان، تقدر تعتبرها تحت سرتك تقريبا او البيلي بutton، ودي اللي بتخلي جسمك في حاله توازن سواء انت كنت واقف او قاعد او ماشي. وخلي بالك ان النقطه دي بتتحرك مع تحرك وضعك عشان تضمن ان انت تفضل في حاله توازن وما تقعش. يعني انت لو بتلعب سكوات حر بالبار او بار بالباك سكوات، فالنقطه دي هتحرك معاك لقدام كل ما جذعك كان بيميل لقدام، بالتالي الزوايا المفصليه عند الفخذ بتزيد، يعني المسافه ما بين السي او جي او نقطه مركز ثقل الجسم ومفصل الفخذ بتزيد، بالتالي العضلات اللي هتكون مسؤوله او اللي هيكون عليها الحمل الاكبر عشان تخليك تعمل هيب اكستنشن او مد المفصل الفخذ او بالبلد يعني ترجع تقف تاني، هي الجلوتيوس ماكسيمس او عضله الالويه الكبرى والهامسترنج او العضلات الخلفيه. وعلى النقيض في السميث ماشين، بسبب ان حركه البار محدده في اتجاه محدد او مسار محدد اللي هي اللينير موشن، فجذعك بيكون في وضع راسي اكتر، بالتالي المسافه ما بين السي او جي هنا مركز ثقل الجسم هيكون تحت جسمك تقريبا لقدام حاجه بسيطه، والمسافه ما بين السي او جي والركبه هتكون اكبر بكتير، بالتالي هيكون في توليد لزوايا ثانيه مفصليه اكبر عند الركبه واعتماد على الكوادرسيبس او عضلات الرجل الاماميه بشكل اكبر. وفي فرق كمان بيكون ما بين البار بالباك سكوات او السكوات الحر والسكوات على سميث ماشين، ان السكوات العادي او الحر بيكون فيه تنشيط اكبر لعضلات الجذع المثبته او الترانك ستابلايزرز، يعني التمرين ده بيحط ضغط اكبر على جسم المتدرب. بالتالي السميث ماشين ممكن يكون اقتراح كويس لو انت لسه بادئ تلعب سكوات او بتحاول تتعلم الفورم بتاع سكوات، او لو عايز تطور جزء عضلي محدد زي الكوادرسيبس او عضلات الرجل الاماميه من غير ما تضطر تركز على عنصري الثبات والاتزان اللي موجودين في الباك سكوات. يعني هنا نقدر نعتبر ان البار بالباك سكوات هو هيب دوميننت او بيركز على مفصل الفخذ بشكل اكبر، والسميث ماشين سكوات بيركز اكتر على ني دوميننت او على مفصل الركبه والعضلات العامله على مفصل الركبه. قول لي رايك في كومنت، بتميل لاني شكل من الاثنين؟ ولو محتاج مساعده في برامج التدريب والتاهيل سيب لي كومنت وهرد عليك.